أوصيك دائما في أمورك كلها الدينية والدنيوية أن تتفاءل، أن يكون مصباح الأمل متوقدا نوره في قلبك. إياك أن ينطفئ في قلبك هذا المصباح. تفاءل في أمور الناس كلها، حتى وإن دهتك الدواهي وأصابتك المصائب فتفاءل. ففي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والطيرة وأحسنها الفأل. فسئل عن الفأل فقال: الكلمة الطيبة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويحب التفاؤل، لأنه يقوي عزيمة النفس على العمل والمضي فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فالتفاؤل بذرة الحياة. فمتى ما مات التفاؤل ماتت حياتك. متى ما مات التفاؤل ماتت حياتك.